ده هيخلينا نتفرج. شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي خلاص اعتبري سرك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لو مؤاخذه يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبك ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبها طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسد. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر خبور. باجور. whatever. خلاص خبور وبور مجور، ايه اللي انت عاوزينه. وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع عليا خلبوس. عم بندق حبيبي يا عم بندق. عم بندق هو الحمام شريهان نيلي. عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي؟ انت هنا. انا دلوقتي بس عرفت الاسم مكان الدبدوب. ولا لم نفسك. انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضه ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبه دي يا حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبه دي اللي موجوده من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احترمي نفسك يا بنت انتي. سحلوبي رد عليها. لم نفسك يا بنت انت. الله في ايه يا جماعه؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لم نفسك يا استاذ عيد. طب عن اذنك كده يا سحلبه يا سحلبه يا سحلبه. الله طب اقول لك على حاجه، السحلبه دي تبقى امي. ايه مش كده مش عشان انت في ايه؟ عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بطحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. بردك انت اللي بطحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفه اصلا. كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. بس بقى انت وهي خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصوا له في ودنه يمكن ينطق. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا. عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. هي كده يعني. اوكي. بسم الله بسم الله. الحمد لله بيفوق اهو يا جماعه. بس كلب وراح. خير الله جبت العيش اللي لازم حاطه في الثلاجه عشان التسقيه. جبنا العيش وحطيناه في الثلاجه. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا الثلاجه. لا لو سمحتي يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكره خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق في ايه؟ مش ممكن كل حاجة زي ما هي. أنا ما جيتش هنا بقالي 15 سنة، لكن كل حاجة زي ما هي. المحلات اللي بره والمعناوين بتاعت النور، حتى الخشب ده كله
كله يا ربي. مفيش حاجة بتتغير أبدا، كل حاجة كده والحماويد والأبوة دي وكله كله كله يا عالدنيا يا إيه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته كوباية الشاي والبتاع يمكن بس غير الجلابية، لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل؟ الذاكرة بقى انت عارفين 15 سنة يا سلام. فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر؟ يا ده ساعتها كان اخر طبق يعني ما حسبتكش عليه. ازيك يا عم عبده؟ وحشني قوي 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 قوي. بس على فكرة يعني أنا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، هي اللي هناك دي. طيب هات طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ أنا ما اسميش عم عبده. اهدى بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هي اللي عم عبده، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا. سوري يا عم عبده. برضه عم عبده. بس والله في ايه؟ في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا عم عبده. تعالوا خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. اوكي. عنكبوت. المكان الغريب ده ماسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في اي لحظه. بس بقى طربوش. لابس طربوش. ايه ده؟ ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا. بجد؟ بس بقى ما تخافش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا تعالوا خشوا جوه. تعالوا. ده رخم وهايف. راجل كبير وهايف. تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينة. السكينة؟ انا خايف منك انت. ولا هاني. البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عنه؟ واو. أنا مش قادر أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي يجيب ولغز ميكي. انا مش قادره اصدق كميه التراب اللي انا واقفه فيها. هو احنا جايين نسكن هنا؟ احنا جايين ندور على الفلوس. شوشو بتعملي ايه؟ هقعد. استني يا ماما، المكان كله تراب. ايه القرف ده يا تعمل حارس؟ إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعدي يا شوشو اقعدي. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه، بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ أنا ما أعتقدش إن يكون في خزنة هنا. لو في خزنة تبقى في أوضة مكتب. ولو موجودة هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الأوضة دي يا جماعة، ممكن تكون أوضة المكتب. تعال. بقول لك يا سيف، إيه؟ خش دور على الخزنة هنا وأنا هدور هنا. مطربة قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضه. ما تحاولش، مفيش. ايه؟ اعمل
اعمل لكم كوبايه شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندق، مش عايزين شاي لانك لو عملت لنا شاي هتخرج تاني وتيجي تخضنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجه، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت، في خزنه في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا. اكيد لا، ولا تعمل زي عم عبده البواب. لا 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 لا, لا اكيد لا. اصلي انا بصراحه اللي فارش المكان ده حته حته مع جده، ولو كان جده جاب خزنه كان قال لي، اصل هو ما بيخبيش عليا حاجه ابدا خالص، جده بيحبني. انت بتحب المكان ده جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسيه. وبعد كده اقول لكم على حاجه بصراحه، انا ليا ذكريات جميله جدا جدا تعرفي اللوحه دي؟ مالها؟ انا اللي بعلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبشه قد كده اهو، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا جه في المسمار وعلقت اللوحه. امال انت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، اصل انا هايف. استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحه؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشه فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعه دلوقتي عم بندق بيقول لك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبه والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبه جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنه دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليه رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. والساعه كده تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. يعني 19 معلش، الاثنين قبل الثلاثة ولا الثلاثة قبل الاثنين؟ معروفه ان الثلاثه اكبر من الاثنين. انتوا بتقولوا 32 فانا بتلخبط خلاص نو بروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي. مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك؟ صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. ساي انا بس بعد اذنك، بعد اذنكم، بعد اذنكم، ممكن بعد اذنك. اتفضل. ها؟ ايه ده؟